اهلا بيكم في تحدي 30 من الكتاب المقدس. النهارده معانا تحدي مختلف خالص. التحدي ده يا جماعه معمول ليكم انتم. التحدي ده عباره عن 3 مستويات ب3 جولات ب30 سؤال، كلهم من الكتاب المقدس زي ما قلت لكم. فالمستوى الاول ده هتلاقوه اسئله سهله تقدروا تحلوها كده في الخفيف بسرعه. اما المستوى الثاني فاسئله صعبه شويه هتفكروا فيها شويه. انما بقى المستوى الثالث فهي اسئله صعبه جدا من الكتاب المقدس. فلو انت فاكر نفسك انك تعرف تحل ال30 سؤال، يلا بينا ورينا شطارتك واثبت ده. هنسيب لكم وقت تايمر كده شغال عقبال ما تقدروا تجاوبوا على الاجابه قبل ما الاجابه تظهر على الشاشه. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا التحدي. يلا. الجوله الاولى 10 أسئلة سهلة من الكتاب المقدس. جاهزين؟ يلا بينا. السؤال الأول، وفقا لسفر التكوين كم يوم استغرق الله في خلق العالم؟ هل كان 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، ولا 7 أيام؟ ها، حد عارف؟ 6 أيام، برافو! يلا بينا على السؤال التاني. في زمن نوح ما الشيء الذي وضعه الله في السماء كعلامة على وعده أنه لن يغرق الأرض مرة أخرى؟ هل كانت سحابة، ولا قوس قزح، ولا شهب، ولا عمود دخان؟ قوس قزح، برافو! يلا السؤال اللي بعده، كم ضربة أرسلها الله إلى المصريين؟ كانوا 5 ضربات، ولا 7 ضربات، ولا 8 ضربات، ولا 10 ضربات؟ معروفة يعني. ها، مين هيكتب لنا في الكومنتس؟ 10 ضربات، برافو. يلا بينا بقى على السؤال اللي بعده. السؤال الرابع، من الذي ألقي في جب الأسود بواسطة الملك داريوس؟ كان دانيال النبي، ولا داود النبي، ولا موسى النبي، ولا إبراهيم أبو الآباء؟ معروفة، اللي نزل في جب الأسود كان دانيال، برافو. أوكي، السؤال اللي بعده، من الذي تم إنقاذه بوضعه في سلة عندما كان رضيعا ووضعوه بين القصب في نهر النيل؟ كان نوح، ولا صموئيل، ولا موسى النبي، ولا سليمان الحكيم؟ معروفة دي، كان موسى، صح، الطفل موسى. يلا بينا بقى على السؤال اللي بعده. السؤال السادس، من الذي قام بتعميد يسوع؟ كان بطرس، ولا يوحنا المعمدان، ولا أندراوس، ولا لا أحد محدش عمده؟ معروفة، كان مين؟ يوحنا المعمدان، بالظبط كده. يلا بينا على السؤال اللي بعده. السؤال السابع، كم عدد الرجال الذين أشبعهم يسوع ب5 أرغفة وسمكتين فقط؟ كانوا 100 راجل، ولا كانوا 500، ولا كانوا 3000، ولا كانوا 5000 راجل؟ كانوا 5000 راجل، برافو، صح. يلا بينا على السؤال اللي بعده. السؤال الثامن، من هو التلميذ الذي خان يسوع بقبلة؟ كان يوحنا، ولا فيلبس، ولا يهوذا الإسخريوطي، ولا توما؟ سهلة دي، سهلة قوي، يهوذا الإسخريوطي، بالظبط كده. يلا بينا نروح على السؤال اللي بعده، هو سؤال رقم 9. كم عدد الأناجيل الموجودة؟ هو طبعا يقصد العهد الجديد. كانوا إنجيلين، ولا 3 أناجيل، ولا 4 أناجيل، ولا 5 أناجيل؟ 4 أناجيل، بالظبط كده. يلا بينا السؤال اللي بعده رقم 10 وآخر سؤال في المستوى. في مثل الابن الضال، كم عدد الأبناء اللي كانوا لدى الأب؟ كان 1، ولا 2، ولا 3 أبناء، ولا 4 أبناء؟ كانوا إيه؟ ها؟ 2، بالظبط كده. كان الابن الأكبر والابن الأصغر اللي هو الابن الضال. يلا بينا بقى على الجولة الثانية، ودي 10 أسئلة متوسطة من الكتاب المقدس، يعني أو مش قوي يعني. سؤال رقم 11، ما اسم ابن إبراهيم الذي ولد من جارية سارة اللي هي كان اسمها هاجر؟ كان إسحاق، ولا إسماعيل، ولا يعقوب، ولا عيسو؟ ها، كان مين؟ إسماعيل، بالظبط كده. يلا بينا على السؤال اللي بعده، والسؤال ده رقم 12. عندما سمع موسى صوت الله من الشجرة المشتعلة
ماذا طلب الله منه أن يخلع؟ قال له اخلع نعليك، ولا غطاء رأسك، ولا ثيابه الخارجية، ولا الخاتم بتاعه؟ كان ايه؟ نعليه، بالظبط كده. يلا بينا على السؤال اللي بعده. السؤال رقم 13. ما اسم المدينة التي انهارت جدرانها بعد أن طاف بني إسرائيل حولها مرة في اليوم لمدة 6 أيام، وبعد كده 7 مرات في اليوم السابع، بعد كده نفخوا في الأبواق؟ كانت كنعان، ولا شكيم، ولا جت، ولا أريحة؟ أريحة، بالظبط كده. يلا بينا السؤال اللي بعده رقم 14. ما كانت وظائف الرجلين اللذان كان في السجن مع يوسف وفسر ليهم أحلامهم؟ كان فلاح وراعي، ولا خادم وساحر، ولا ساقيا وطباخا، ولا محاربا وبناء؟ كانوا ايه؟ بالظبط، كانوا ساقيا وطباخا، بالظبط كده. السؤال رقم 15. كم عدد الحجارة التي كان يحملها داود عندما خرج لمقاتلة جولياث؟ كانوا 3 حجارات، ولا 5 حجارات، ولا 7 حجارات، ولا 10 حجارات؟ ها، بكام؟ 5 حجارات، بالظبط كده. نروح السؤال اللي بعده، سؤال رقم 16. من مسح شاول ليكون أول ملك لإسرائيل؟ كان جاد النبي، ولا يوناثان النبي، ولا ناثان، ولا صموئيل النبي؟ سهلة دي. كان مين؟ صموئيل النبي، بالظبط كده. نروح بقى على السؤال اللي بعده، هو سؤال رقم 17. ما هي أول معجزة مسجلة للسيد المسيح كتبت يعني في الأناجيل؟ كانت المشي على المية، ولا تحويل الماء إلى خمر، ولا شفاء رجل أبرص، ولا تهدئة العاصفة؟ سهلة، تحويل الماء إلى خمر، بالظبط كده. يلا بينا على السؤال اللي بعده. في أي سفر من الكتاب المقدس بنلاقي قصة برج بابل؟ التكوين، ولا الخروج، ولا اللاويين، ولا العدد؟ كانت موجودة فين قصة البرج دي؟ ها، حد يقول لنا؟ التكوين. يلا بينا على السؤال اللي قبل الأخير في الجولة دي. عندما كان يوحنا المعمدان يكرز في البرية، ما هما الشيئان اللذان كان يأكلهما؟ كان خبز وسمك، تين وخبز، جراد وعسل، ولا لحم وأعشاب مرة؟ كانوا إيه؟ جراد وعسل، بالظبط كده. يلا بينا على السؤال رقم 20. أي من تلاميذ يسوع كان يعمل جامعا للضرائب قبل أن يتبعه؟ كان مين؟ أندراوس، ولا متى، ولا بطرس، ولا يوحنا؟ كان مين؟ ها، حد يقول؟ كان متى، بالظبط كده. متى ده كان اسمه لاوي كمان. اوكي، الجولة الثالثة والأخيرة واللي هي 10 أسئلة صعبة من الكتاب المقدس. يلا بينا. سؤال 21. وفقا لإنجيل متى، من كان أول تلميذان تبعوا ليسوع؟ كان بطرس وأندراوس، ولا يعقوب ويوحنا، ولا متى وتوما، ولا تداوس وفيلبس؟ ها، مين هيكتب في الكومنتس دلوقتي؟ بطرس وأندراوس، بالظبط كده. نروح على السؤال اللي بعده. 22. من كانت وشتي في الكتاب المقدس؟ دي كانت مين؟ كانت إحدى بنات لوط، ولا الملكة في بداية سفر استير، ولا إحدى زوجات سليمان، ولا زوجة الملك ربعام؟ كانت مين يا ترى؟ الملكة في بداية سفر استير، بالظبط كده. يلا بينا السؤال اللي بعده. 23. كم كانت مدة إقامة العبرانيين في مصر؟ سؤال حلو قوي. كانوا 150 سنة، ولا 270 سنة، ولا 365 سنة، ولا 430 سنة؟ ها، كانوا كام سنة؟ 430 سنة، بالظبط كده. يلا بينا على السؤال اللي بعده. السؤال رقم 24. ما هي الوصية رقم 6؟ لا تقتل، لا تشهد بالزور ضد قريبك، لا تسرق، ولا أكرم أباك وأمك؟ كانت كام؟ كانت أنهي واحدة؟ الوصية رقم 6 لا تقتل، بالظبط كده. يلا بينا على السؤال اللي بعده. 25. من قص شعر شمشون؟ كانت دليلة اللي قصت شعره، ولا والد دليلة اللي قص شعره، ولا حكام الفلسطينيين، ولا رجل فلسطيني غير مسمى ما كانش ليه اسم يعني؟ كان مين؟ رجل فلسطيني غير مسمى ما تذكرش اسمه، بالظبط كده. سؤال 26. أي سفرين من الكتاب المقدس يبدأان بنفس الكلمات؟ يعني في سفرين في الكتاب المقدس بيبدأوا بنفس الكلمة، متى وزكريا،
مرقس وملوك الأول ولا لوقا وأعمال الرسل ولا يوحنا والتكوين؟ يوحنا والتكوين كان بيبدأ في البدء. سؤال 27. في أي كتاب من الكتاب المقدس نقرأ عن شخصية تدعى مردخاي؟ فين؟ رعوس ولا استير ولا عموس النبي ولا ميخا النبي؟ مين؟ استير، بالظبط كده. مردخاي ده كان والد استير بالتبني. سؤال 28. ماذا سمي يعقوب المكان الذي حلم به بسلم يصل إلى السماء؟ سماه بيت إيل ولا دان ولا شكيم ولا أدوم؟ سماه إيه المكان ده؟ حد عارف؟ بيت إيل، بالظبط كده، برافو. يلا بينا على السؤال اللي بعده. سؤال 29. وفقا لإنجيل متى، من قال يسوع عنهم في التطويبات إنهم يعينون الله؟ كانوا الودعاء ولا الفقراء في الروح ولا أنقياء القلب ولا صانع السلام؟ أنقياء القلب، بالظبط كده، برافو. السؤال الأخير. ما هي المعجزة الوحيدة غير القيامة التي تم تسجيلها في الأناجيل الأربعة؟ شفاء ال10 برص ولا قيام لعازر من الموت ولا إطعام 5000 ولا السيد المسيح كان يمشي على المية؟ إطعام 5000، برافو. ده كان السؤال 30، وحابة أعرف رأيكم في الكومنتس، حابة أعرف استفدتم من التحدي بتاع النهاردة. لو عجبكم اكتبوا لنا في الكومنتس رأيكم، ما تنسوش تشيروا الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ويستفادوا هم كمان. أشوفكم في فيديو جديد، سلام.